صبا يا اساتذه، هات لي كاميرا 2 مكان كاميرا 1 بسرعه. 30 seconds start. احنا جاهزين يا ريس. صبا and 5 4 3 2 1. برجع لحضراتكم مرة تانية ولسه عندي حكايات، بس مش في الحلويات. عندنا الموضوع اللي مالي السوشيال ميديا وكل المواقع الإخبارية، حكاية موناليزا. الست موناليزا. اسمك موناليزا؟ مش غريبة شوية؟ هو غريب بيقولوا الناس بيبقى لهم من أساميهم نصيب. يمكن عشان كده حكايتي فيها من اسمي. حكاية ما تسمعها يا أستاذ عمرو هتقول إنها غريبة برضه، وإنك أول مرة تشوف حد حصل معاه كده. أنت من الإسماعيلية؟ ويا ريتني فضلت هناك. إسماعيلية هادية شبهي. حكايتي كلها بدأت لما جيت هنا وسط الزحمة، وكأن الزحمة ما بتحبنيش. يمكن عشان أنا كمان ما بحبهاش. أصل الهدوء عمره ما كان معنا فراغ ولا قلة ناس. ساعات يبقى حواليك ناس قليلة بس متدفي وسطيهم، وممكن يبقى حواليك ناس كتير بس مش عارف تتدرى من البرد. وساعات يبقى حواليك ناس تبقى فاكر انك هتلاقي وسطهم الستر، بس اللي كنت فاكرهم هيستروك يطلعوا هما اللي يعروك. شكلك يا ست موناليزا عايزة تصدري لنا دور الضحية، مع ان السوشيال ميديا كلها مقطعاكي جامد وعارفين يعني او متاكدين ان انت مذنبه. انا عندي سؤالين يا موناليزا. السؤال الاول، انت فعلا قاتله؟ السؤال الثاني، انت فعلا جمعت بين زوجين؟ جمعت بين زوجين. طب ممكن لو سمحتي تحكي لي الحكاية؟ خلينا نبتدي من البداية عشان نفهم بس ايه الموضوع. أنا واحدة اتخذت من وسط بيتي وأهلي مع واحد كنت فاكرة إنه بيحبني وهيصوني. واحدة رحت بيت اتهنت واتبهدلت فيه، وأنا اللي كنت فاكرة إني هتستر. واحدة كان جزائها إنها وقفت مع جوزها إنها تتضرب وتتهان. واحدة سمعت جوزها بيساوم على شرفها، وشافت شقاها وتعبها بيتاخد قدام عينيها. واحدة شافت أهلها اللي ربوها وكبروها بيروحوا منها من حسرتهم عليها، ولما فاقت لنفسها اتهمت في جريمة قتل واتحبست. واحدة لما قالت خلاص هبدأ من جديد، لقيت العوض، الدنيا هتضحك لي. طلع متفق مع الأولاني. أنا واحدة خسرت حياتها وسمعتها، كل ده ليه؟ عشان طمع؟ عشان فلوس؟ عشان أرض؟ ولبست قضية جمع أزواج، والزوجين دول مين؟ واحد بيساومها عشان ما يحبسهاش، والتاني هو اللي صور لها الفيديو. واحد يا أستاذ عمر شافت كل ده خلاص، مبقاش فيها حمل تشيل حاجة زيادة، مبقاش
فيها نفس تستحمل تقطيع السوشيال ميديا. عايزة أقول للناس ترحمني. عايزة أقول لهم أنا شفت من الدنيا كتير، والدنيا داست عليا كتير. مش هتبقى انتوا الأيام عليا. عايزة أقول لهم وحياة ولادكم، وحياة أهاليكم، وحياة أغلى حاجة عندكم، ارحموني. أنا خلاص ما بقتش مستحملة. واديك سمعت حكايتي يا أستاذ عمرو، حكاية الست موناليزا. ودي كانت حكايتنا النهارده، حكاية الظلم والقهر الموناليزا. والحياة فيها 1000 موناليزا ومليون موناليزا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خلاصة الحكاية عشان كده قبل ما نحكم، قبل ما ندين، قبل ما نكسر حياة بني آدمة بكلمة ونخوض في سمعتها وشرفها، لازم نستبين. مش كل اللي بيتقال يتصدق، ومش كل اللي بيتشاف يبقى حقيقة. وفي زمن السوشيال ميديا ده الكلمة بقت رصاصة، يا تصيب ظلم يا تقتل إنسان. والتاريخ دايما ما بيرحمش اللي استعجلوا الحكم. أيوة، ما بيرحمش اللي استعجلوا الحكم. ارحموا الناس وبطلوا ظلم. أرجوكم ابقوا معنا.